حبايب قلب المو، صباح الفل عليكم. تعالوا بقى نقول كلمتين من القلب في مشاكل نادي الزمالك اللي ما بتخلصش. زي ما انتم عارفين ان صلاح مصدق المحترف بتاعنا قدم شكوى في الفيفا والفتره بتاعتها انتهت، والراجل فسخ عقده مع النادي الزمالك وهيطالب بعقده كامل. يليه على طول المغربي عبد الحميد معالي رفع نفس الشكوى والمده بتاعته انتهت وطلب من الفيفا فسخ عقده وطلب بعقده كامل. وجور منهم النهارده او امبارح المحترف التونسي بتاعنا الجفالي عمل نفس الاثنين اللي قبله عملوه، رفع دعوه في الفيفا وبرضه هيطالب بفسخ عقده وبرضه هيطالب بعقده كامل. ولو انت فاكر ان الجفالي هيبقى اخر واحد يعمل الحركه دي تبقى غلطان. احنا في انتظار سطر المحترفين بتاعنا كامل هيعمل نفس الحركه وهيخلع وهيطالب بعقده كامل. ولو اي زملكاوي لسه مش مدرك الوضع اللي احنا فيه، احنا في اسوأ فتره واسود فتره في تاريخ النادي الزمالك. وبالنسبه للناس اللي كانت بتقول احنا رايحين في سكه الاسماعيلي، احب اقول لك ان يا رب بس ترسى على سكه الاسماعيلي اللي بيلعب على قده وكل مشاكله كلها تتحل بشنطتين فلوس. انما انت عندك مشاكل محتاجه شكاير فلوس وميزانيه مدن عشان خاطر تتحل. ومن شكاير الفلوس بقى وميزانيه المدن اللي انا بتكلمك عليها دي، احب اقول لك ان خزنه نادي الزمالك فاضيه تماما. انا يا سيدي لا من نادي ولا في النادي ولا في المطبخ ولا اعرف حاجه، بس انا بقول لك خزنه الزمالك فاضيه تماما. تعال بقى نيجي لمجلس ادارتنا المحترم بقياده المحترم الكابتن حسين لبيب. بيعمل ايه حاليا؟ هو ملتزم الصمت. في حاله اختفاء من رئيس النادي ومن اعضاء مجلس ومن المدير الرياضي، ومفيش حد بيطلع يفهمنا في ايه. واما عن جزئيه ارض اكتوبر، فالناس اللي ما صدقتنيش احب اقول لكم تاني قسما بالله ارض اكتوبر ما هي راجعه، والحل اللي محطوط على الطاوله حاليا هو ارض بديله في حته لا يعلمها الا الله. والقصه دي مش اول مره تحصل. ارجع كده لارض الزمالك من 2004. ارض الزمالك اللي كانت موجوده في مكان في القاهره، انا ما اعرفوش بصراحه لاني مش من القاهره، بس اللي اعرفه ان الحته دي كانت صحراء، ولما اتعمرت ولما بقت مكان يصلح للمعيشه اتاخدت الارض دي واتعمل عليها مول، مش عارف اسمه مول مصر ولا مول ايه، وخدنا بدلها قطعه الارض بتاعه اكتوبر اللي عليها النزاع الحالي، اللي برضه وقتها كانت صحراء وكانت لا تصلح للاستخدام الادمي. والنهارده لما بقت ارض اكتوبر عليها العين وبقت ارض حلوه واتسقعت، دلوقتي جايين ياخدوها مننا وهيدونا حته ارض تانية نعمر بيها الصحراء تاني. يعني قصه الارض دي دايره من 2004 ومفيش مجلس اداره قدر يبنيها ولا يعمل فرع تاني للنادي. ولو هتيجي تقول لي ان دي اخطاء مجالس اداره، فاحب اقول لك ان احنا من 2004 اصلا مش عارفين نكفي الفرع بتاعنا عشان نعمل فرع تاني. احنا من 2004 الفلوس اللي داخله النادي كلها رايحه على الغرامات والقضايا والمشاكل. فرع ايه تاني بقى اللي انت عايز تبنيه؟ ولما الاول مره من 20 سنه خدت الخطوه وبدات انك تبني الفرع التاني بتاعك، استكتروا عليك وقالوا لك هات الارض وهنديك حته تانيه في الصحراء. طبعا الكلام ده كله حصل بعد ما انت ما سحبت من المستثمرين حوالي 800 مليون جنيه على حس الاستثمار في الارض دي. تقدر انت بقى تقول لي لما تاخد حته ارض بديله في حته لا يعلمها الا الله، تفتكر المستثمر ده هيرضى يجي معاك برضه؟ بيتهيألي ان ده مش هيحصل، وكل المستثمرين اللي اديتك الفلوس دي هتطالب بيها. ده بخلاف القضايا بتاعتك اللي موجوده في الفيفا واللعيبه والمدربين اللي بتطالب بفلوس تانية. يعني احنا على وشك ان شاء الله قفلان النادي. طب انا بقى دلوقتي سؤالي هنا لمجلس الاداره، انتوا فين يا كابتن حسين يا محترم يا طيب يا غلبان؟ قسما بالله اللعبه دي ما بتاعتك، انت مش هتاخد في ايديهم غلوه. يا اخي اطلع اعمل اي حاجه، اطلع استقيل، اطلع اوقف النشاط، اعمل اي حاجه يا اخوانا، صوتوا يمكن حد يلحقنا. لو انت خايف تاخد اي قرار استقيل على اقل تقدير، يمكن استقالتك دي تحرك حد. يا عم اوقف النشاط وقول لهم معيش فلوس اصرف عليه عشان انتوا خدتوا الارض مني. يا عم اقفل امه. انا كراجل زملكاوي زهقت من كتر ما انا بدفع فواتير انبساط ناس تانية. انا خلاص كراجل زملكاوي ما بقاش عندي القدره ان انا اتفرج على الزمالك تاني بهذا الوضع. والله لو صحيت الصبح قالوا لي النادي الزمالك قفل ما هتفرق معايا خلاص. تيشيرتات الزمالك اللي عندي وعلم الزمالك اللي عندي هحطهم في صندوق خشب واشيلهم عندي في الدولاب كذكرى، عشان فيما بعد اوريهم لاولادي واحفادي واقول لهم كان في زمان نادي عظيم اسمه الزمالك بس استكتروا علينا. يا كابتن حسين انت اتخدعت بالست شهور ولا الثلاث شهور اللي قعدتهم كلجنه مؤقته وحسيت ان الموضوع ممكن يمشي باحترام، واديك مسكت رسمي، واول ما مسكت رحت فرشت لهم السجاده الحمراء واديك شفت اللي حصل معاه. الخلاصه يا كابتن حسين، حل نادي الزمالك مش عندك انت راجل طيب وغلبان، وهقولها للمره المليون. من الاخر كده نادي الزمالك مش هيتعدل حاله الا لو راح لمستثمر حرش مرش من بتوع الخليج، او على اقل تقدير اللي يمسك رئيس
مجلس اداره النادي الزمالك يبقى عظمه ناشفه من اللي محدش بيعرف يتكلم معاها. انما الوضع الحالي اللي احنا فيه ده واللي كل جمهور الزمالك فيه لا يرضي مسلم ولا كافر. وزي ما قلت لك احنا مش هنعيش عمرنا كله ندفع فواتير انبساط ناس تانية. لا يا عم الحاج، اقفل لنا امه وهم يدوروا لهم بقى على حد تاني يبسطهم. اتمنى من اداره نادي الزمالك سواء كان رئيس نادي او اي حد من اعضاء مجلس الاداره يطلع يرد علينا، وسيبكوا بقى من قصه الصمت لغه العظماء دي وحاله الاختفاء الغريبه اللي انتوا عايشين فيها. انا حاسس ان مفيش مسؤول عن نادي الزمالك، مفيش حد لا بيحل ولا يربط. وهرجع واقولها لكم تاني، انتوا مجلس اداره بالكامل قليل الحيله، وربنا يصبرنا ويصبر كل زملكاوي على الوضع اللي النادي بتاعنا بقى فيه.